السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا وحشي؟ الاخبار؟ يا رب دايما تكون بخير. اهلا بيك في يوم حسم الدوري والجولة الأخيرة خلاص بتفصلنا، خلاص دقايق معدودة على بداية العركة اللي بجد الثلاث مباريات اللي هيبقوا في توقيت واحد. فقلت اتكلم معاك كده في شوية حاجات في البداية كده قبل ما نتابع الثلاث ماتشات مع بعض. انا بالنسبة لي كمشجع اهلاوي اتفرج وانا مستمتع. الاهلي خد الدوري، يا صباح الفل، ايه الجمال ده. بيراميدز خد الدوري، يا مجهز الليمون اهو عشان اعصره على نفسي. الزمالك خد الدوري برضه هحفل عليه. فهو يمين شمال اخويا الزملكاوي انت مش هتنفد من تحت ايدي. وانا بتابع بس الاستوديو والكابتن سيف زاهر بس بقول له يا اخي والنبي يا اخي، يعني نفسي تديني انطباع احترمك عليه. عمال يشبه الدوري بالدوري الايطالي والدوري الانجليزي، وايه الروعه دي وايه القمه دي، وان الاخر دي الدوري لسه ما اتحسمش وثلاث فرق بيتنافسوا. هو في دوري في الدنيا الدور الثاني بتاعه 6 ماتشات؟ عمرك شفت دوري المجموعتين ده غير عندنا؟ انت عارف الدور الثاني ده لو رايح جاي ابصم لك بال10 كان النادي الاهلي هياخده. كنا هنفوق والزمالك كان هيقع وبيراميدز كان هيتكعبل. ليه؟ لان دايما النادي الاهلي معروف بنفسه الطويل ونادي الزمالك معروف بنفسه القصير. فلو كان الدور الثاني زي الدور الاولاني كان النادي الاهلي هياخد الدوري. انما حظ نادي الزمالك ان الدور الثاني ال6 ماتشات دول. انما لو بشكله الطبيعي ادي ده اذا كان شاف. دي بقى النقطه مهمه عشان اخويا الزمالكاوي يقول لك يا اخي ما تسيبنا نفرح، يا اخي انت كده هتستحفل عليا ليه وبتاع، يا عم تخلي عندك روح رياضيه وبتاع والكلام ده. اقول لك ليه؟ لان انت ربطت ماتش سيراميكا والسيد محمد ابو العينين ان هو ادى مكافآت وهيدي مكافآت والكلام ده للاعيبته علشان انت يخسرك الدوري ويدي النادي الاهلي. ازاي يا حبيبي انت مغيب؟ انت لازم انت وبيراميدز تخسروا وانا اكسب عشان اخد الدوري. فانت ليه بقى رسمت الفيلم اللي كان داري الايام اللي فاتت ان رجال اعمال متدخلين وبيوعدوا لعيبه سيراميكا بمكافآت والكلام ده علشان الاهلي ومش الاهلي؟ اهلي مين يا حبيبي؟ ما انت هتتغلب، بيراميدز يكسب خد الدوري. ليه مش بيراميدز اللي واعد بمكافآت؟ ليه بيراميدز اللي ما عملش مكافآت وانت عارف ان عنده ما تفرقش الميزانيات؟ ففتح مخك كده، ما تبقاش كل حاجه اهلي 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 على طول. الموضوع المظلوميه ده مش هنخلص منه. الثلاث ماتشات خلاص هيبداوا اهو. يا فرج الله جول جدع تريزيجيه، رغم انك بتضيع كتير بس ماشي معلش، بس لسه بدري. عداية الدباغ الواد ده فاهم مره واحده كده ليه مش فاهم. يا محمد يا بسام وريني وري دي من تحت ايديه. بقول لك ايه، ما ترميش امل. المعلم محمد بسام بالمنظر ده وجايبين بلال علام عشان الدوري في 100 عقبه. اخويا الاهلاوي انت متابع ماتش الزمالك وماتش الاهلي كده، عايز اقول لك ان ماتش بيراميدز الاحتواء شغال على ودنه. طرد رسمي فهمي نظمي لمحمود مرعي. اللعيب خلاص هيعديه وراح هو الجول، راح جايبه شده كده موقعه على الارض ولا خد فيها انذار، بس لدرجه المعلق عمال يقول لي تسال اكتر من كده. بص كده على الاهلي كابتن بيبو، انا عايز حجرت رموته النبي. لو خدنا الدوري انا مكافئتي تجيبوا لي حجاره. الاهلي زي ما هو الماتش كالعاده بنجيب الجون وبنريح. ماتش الاهلي كارت احمر. مين بقى الباشا اللي اتطرد؟ طرد الياسين مرعي. انت وهادي رياض بتخشوا دخلات غريبه. كرم ربنا بس انها مش ضربه جزاء عشان ما بقاش موت وخراب ديار، يبقى طرد وضربه جزاء. الحمد لله ان هي فاول حدود المنطقه وربنا يستر لما نشوف ايه اللي هيحصل. الحمد لله بره الحمد لله. نرجع لماتش الزمالك. والله يا عم انا ما عندي مشكله الزمالك ياخد دوري، بس مش عايز ايه الدوري في بيت حومه. الشوط الاول خلص الزمالك 1-0 والاهلي 1-0 وسموحه عمل اللي احنا كنا مستنيينه من سيراميكا. سموحه تعادل مع بيراميدز 1-1. يلا يا راجل. سيراميكا بيضيع ضربه جزاء. بس اقول لك حاجه، دي المفروض تتعاد. ضربه جزاء لبيراميدز. ناصر ماهر مش هيضيعها. ناصر ماهر ما بيضيعش. نص الجون يا ابن اللعب. يعني بتاع السيراميكا اللي عايزينها تخش بتتصد، وبتاع البيراميدز اللي عايزها تتصد بتخش. خفت على الحجاره وقلت يركز مع ماتش الاهلي شويه. خدت بالك لقيت ان احنا عمالين نحط ما بين ماتش الزمالك وماتش بيراميدز، والاهلي مغفلنا وبيعمل اداء زي الطين. وحشين قوي، ما عملناش غير الجول. شكل الاتوبيس الاقرع بتاع الزمالك هيشتغل خلاص. المصري مسيطر بشكل كامل. وبالنسبه بقى لو انت بتتفرج ومستغرب المصري موت نفسه ليه، يعني ما هو كده تقول الماتش مش هيفرق معاه وكده خامس، الفوز الخساره التعادل مش هيفرق معاه. اقول لك عشان الكابتن عماد النحاس رصد للعيبه مكافاه من جيبه الخاص. الدقيقه خلاص 85. احب اقول لاخويا الزملكاوي مبروك يا عم درع الدوري وخلاص كده. ما 5 دقايق الباقيين دول ما اعتقدش فيهم
اي مفاجآت، لان سبحان الله الحاجات اللي كانت تخدمنا ما حصلتش. ضربة جزاء للسيراميكا تيجي تقلب الدنيا ما جاتش، بتضيع. ضربة جزاء لبيراميدز لو تضيع مصلحة لينا بتيجي. فسبحان الله يا حظ مالكش علينا جمايل. اجمل ما في الموضوع النهارده انه خلاص ده اخر مباراه لياس تورب، وشكرا قوي، بنقول له الف سلامه، كان تعبان اليومين اللي فاتوا دول. مع الف سلامه يا عم الحاج، وايه ومش هتوحشنا. كوره فيها شك، ضربه جزاء النادي الاهلي، وراح الحكم يشوف الفار. ضربه جزاء. هو في ايه يا عم الكوره اللي ملوش اب ده؟ ديانج لامام، امام لديانج، ديانج لتريزيجيه. في ايه يا جدعان؟ تبقى تضيع يا معلم تريزيجيه دي، تبقى تضيع. ايوه انا مش هبص. يا ساتر ده انت رخم، مضيع كل ضربات الجزاء المهمه. هي دي مش مهمه، انا عارف دي حتى لو ضاعت كان عادي. سبحان الله برضه متضايق منك يا تريزيجيه، يعني دي حتى لو ضاعت عادي، هو ضيع كل المهم. بس خلاص كده الدقيقه 91، حكم مدي 8 دقايق وضيع ماتش الزمالك وسيراميكا. بس خلاص ماتش بيراميدز انتهى 2-1 لبيراميدز، وكده خلاص يعني حتى الزمالك دخل في جون التعادل، مفيش اي تغيير للوضع. مبروك لنادي الزمالك، مبروك لاخويا الزملكاوي. سلام عليكم.